السلام عليكم يا شباب. ليه الاهلي بيتحارب؟ في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي النادي الاهلي لسه خسران السوبر الافريقي قدام نادي اتحاد العاصمه الجزائري. مباراه لعيبه النادي الاهلي ما كانتش في حالتها وفي الاوف داي ولسه بدايه موسم ومحدش لسه جاب مستواه ولياقته والكلام ده. لكن كل ده تركينه على جنب، كان في اخطاء كارثيه من الحكم تسببت في تغيير نتيجه المباراه. مع الكلام والناس بتتكلم اكتشفوا ان رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي جزائري. خدت بالك؟ ده برضه هيدخلنا للنقطه المهمه اللي انا بكلمك عليها، حته ليه النادي الاهلي بيتحارب. رقم واحد، النفوذ في الاتحاد الافريقي بقت لشمال افريقيا كبيره قوي، الجزائر، مغرب، بالذات الجزائر والمغرب، تونس برضو شويه، لكن الجزائر كلنا طبعا عارفين فوز الاقجع ونفوذه داخل الاتحاد الافريقي. نخش على النقطه الثانيه، وهي تخلي النادي الاهلي بيتحارب من الاتحاد الافريقي لسبب بسيط جدا. انت الدوري الفرنسي مش متابعه ليه؟ ولا انا متابعه، وقليل قوي اللي هتلاقيه متابع الدوري الفرنسي. ليه؟ لان القصه كلها بتدور في فلك باريس سان جيرمان. الانديه كلها بتلعب وبتتنافس، لكن المعلم ده في حته لوحده. ده نفس القصه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي داخل قاره افريقيا زيه زي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. الانديه كلها في فلك وفي حته لوحديها، وهو في فلك تاني وفي جزء لوحده. والدليل انت 11 لقب قاري، اقرب المنافسين ليك نادي الزمالك 5، بعدين بقى عندك الترجي، الوداد 2 3 مش عارف ايه 1 2. السوبر الافريقي النهارده انت كان هيبقى التاسع في تاريخك، اللي بعديك برضه 3 4. خدت بالك؟ ففي فروق كبيره قوي ما بين النادي الاهلي وما بين اقرب منافسينه. فلو الامور مشيت النادي الاهلي ذنبه، خد بالك من الجمله دي، النادي الاهلي ذنبه انه في حته تانية، وانه نادي اوروبي على ارض مصريه وعلى ارض افريقيه. دي مشكله النادي الاهلي اللي هو بيواجهها. مش كره، اصل الموضوع ايه، انت ما عملتش حاجه تاذي بيها الناس دي عشان تكرهها من وجهه نظرك الكره الكبير ده، لكن انت معطل مصالحه. لو القصه فضلت النادي الاهلي بس بتدور حوالين البطولات، القيمه التسويقيه للبطوله من وجهه نظر الاتحاد الافريقي هتقل. انا هشتريها ليه؟ النهارده عندك كان في صراع رهيب ما بين الشبكه السعوديه اللي هي بتذيع الدوري السعودي المشفره، وما بين بين سبورت على اذاعه المباراه. ليه؟ علشان النادي الاهلي طرف رقم واحد، رقم اتنين بطل الكونفدراليه، ففي تنافس. يعني الناس دي بتجري، الناس دي مش داخله تخسر فلوسها، الناس دي داخله عايز تكسب فلوس. ففي بيشتري البطولات اللي فيها تنافسيه، فخد مباراه سوبر لان ما بين بطلين. فالنهارده المباراه كانت بتذاع على قناتين، فده التنافسيه هي اللي بتجيب فلوس. لكن لو بقى الموضوع بيدور حوالين فريق واحد اقول لك اشتريها ليه، زي ما بقول لك مثال بسيط، الدوري الفرنسي. انت حتى لو اتذاع على القنوات العاديه اراهنك اذا اتفرجت على ماتش او ماتشين من الدوري كله، وهتتفرج للفريق التوب اللي هو باريس سان جيرمان. فهو بالنسبه للاتحاد الافريقي حته النادي الاهلي يحتكر كل البطولات ويكسب كل البطولات، دي هتعود عليه بالسلب في حته ان مش هيبقى فيه تنافسيه. دي هتقلل الرعايه، هتقلل القنوات الناقله بالنسبه له، هتقلل الفلوس. هيبقى النادي الاهلي هو اللي في القاره، كل سبونسر، كل الرعاه، كل الاعلانات رايحه له، وانا مفيش. تاني حاجه، انا هصرف منين على الايه؟ على الاتحاد بتاعي وعلى الانديه اللي انا بساعدها وعلى المكافآت بتاعه البطوله والكلام ده كله. هيبقى ايه؟ النادي الاهلي بياخد البطوله خلاص على كده، هو اللي واخد الفلوس كلها. فده برضو يوريك سبب في حته ان هما بيحاولوا يعرقلوا النادي الاهلي ويعطلوه على قد ما يقدروا علشان الفروق دي ما تزيدش. دليل كلامي جملتين اتقالوا في عصرين مختلفين عن بعض. عصر عيسى حياته لما قال لك هي القاره دي ما فيهاش غير الاهلي ولا ايه؟ انت ما بتاخدش بطوله قاريه داخل القاره دي الا بالتعب وبالضالين وبشقاك. يعني حته اللي يقول لك بعض النقاد هنا والمحللين يقول لك طبعا عارفين انتمائهم، يقول لك النادي الاهلي بيتجامل من الحكام. بيتجامل من الحكام منين؟ هي الفكره تضارب مصالح. هو شايف ان النادي الاهلي لو فضل ياخد كل حاجه دي هتضره هو في حته ماديا، لا هيبقى في رعاه، لا هيبقى في شركات راعيه تجري على الاتحاد الافريقي، مفيش حد هيهتم بس المباريات، فهتبقى الموضوع ايه؟ البطوله هتضعف. فعلشان كده هو راح لفكره السوبر ليج، عايز فلوس اكتر، اللي هي الافرو ليج اللي هيسموها المسمى الجديد ده. لم اقوى 8 فرق في القاره وحطهم في بطوله واحده، علشان ايه؟ يجيب رعاه ويجيب
فلوس ويقدر البطوله ممكن تتذاع بره. حته ان هو هيحدد ملاعب كويسه، حط لها معايير مختلفه عن دوري ابطال افريقيا، مع ملاعب مجهزه، كاميرات اتش دي، هتلعب في ظروف ملائمه، مفيش 3 العصر. فده من وجهه نظري اللي بيتعمل في دوري ابطال افريقيا حاليا ما هو الا محاوله لاغتيال والقتل دوري ابطال افريقيا، هتبقى زي الكونفدراليه. هو دلوقتي الموسم ده قال لك البطوله هتبدا السوبر ليج دي قال لك هتبدا ب8 فرق مبدئيا، لكن الموسم الجاي هتبقى 16 وبعد كده هتبقى اكتر. وهو رايحين لفكره ان هو يخلي دوري ابطال افريقيا دي شكاويها تبقى كتير والوجع قلب منها كتير، فتبتدي الانديه تتراجع عن مشاركتها او ما تفرقش معاها لما يلاقي في ناحيه الافرو ليج اللي هي البطوله الجديده او السوبر ليج، لما يلاقي بقى في عدل في التحكيم، يلاقي اجواء مناسبه، يلاقي ملاعب كويسه، هتبتدي انت كنادي اهلي تعمل ايه؟ لا يا عم الحاج انا شارك النادي الاهلي وغيره، انا شارك في الافرو ليج، بطوله تمام، تحكيم فيها كويس، الاجواء مميزه، الكاميرات النقل التلفزيوني كله تمام، كله زي الفل، وبلعب في اجواء كره قدم. خلاص الدوري ابطال افريقيا دي ابتدي اعتذر عنها، فتبتدي يتخلق بطوله ثالثه زي ما في اوروبا، عندك دوري ابطال اوروبا، عندك البطوله الثانيه اللي هي الاوروبا ليج، وعندك الثالثه اللي هي المؤتمر الاوروبي ولا مش عارف اسمها ايه. هو عايز يعمل بقى هنا الاتحاد الافريقي برضه فكره في دماغه ان هيبقى السوبر ليج للاهلي وللزمالك والبيراميدز والترجي والوداد والرجاء، الانديه الثقيله، تبقى دوري ابطال البطوله اللي بعديها اللي هو الثالث والرابع في كل دوري، البطوله الثالثه الكونفدراليه تبقى الخامس والسادس. يبقى هو كده خلى عنده 3 بطولات اقوياء، لان هو في الوضع الحالي حته ان انت عندك سوبر افريقي الاهلي هيشارك فيه، وعندك دوري ابطال افريقيا، طبعا الاثنين هيتعارضوا مع بعض. الموسم ده النادي الاهلي وافق يلعبه، لكن الموسم الجاي مش هيرضى. لكن في فرق تانية انها تلعب في بطولتين زي دي كمية سفر كبيرة ومجهود بدني كبير. فهو السنة دي الأندية كتير وافقت لأنها هتبقى مصغرة ومجرد 8 فرق، فبعد كده لما تكبر لا هيبقى مش هتقدر إن أنت تشيل، أنت كنادي تشيل تكلفة سفر هنا وسفر هنا، أنت الموسم كله هيبقى سفر. ده الحاجة ده هيجي على حساب الدوري المحلي بتاعك، إن هيفضل يأجل 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 يأجل، هاجي لك لحد إمتى؟ فاختصار كلامي في الآخر إن النادي الأهلي بيتحارب علشان هو في حتة تانية لوحده. النادي الأهلي نادي أوروبي فعلا، نادي منظومته بتدور على مصلحة النادي، مش فاسدين، ناس مش بتدور على مصالحها الشخصية، ناس كل همها إن النادي الأهلي يبقى رقم 1 ويظل رقم 1، فمتوفر له كل أسباب النجاح لأن هو فعلا ناجح، وفي أسس النادي ماشي عليها، وكل اللي بيجي رؤساء النادي ومجالس الإدارة ماشيين عليها. فهو حتة النادي الأهلي لو فضل الأمور ماشية طبيعية ومنطقية زي مباراة النهاردة بتاعت اتحاد العاصمة دي، طبيعي النادي الاهلي كان خدها، كان هيبقى ايه الجديد؟ انت نفسك كاهلاوي كنت هتفرح بيها يومين وشكرا على كده. طب ما انت واخد 2 سوبر افريقي من 3 4 سنين، اللي هو بعد البطوله التاسعه وبعد العشره. انت فاكر؟ والله العظيم انا فاكر الاهداف. لكن بالنسبه للاتحاد الافريقي هتبقى فشل. ليه؟ تصدر العناوين كلها فوز الاهلي بالسوبر الافريقي، مفيش جديد بالنسبه له. كالرعايه وكصحافه وكجماهير وكناس بره القاره خالص، هيسمع يقول لك الاهلي اللي خد السوبر الافريقي خلاص، ايه خد البطوله خلاص، ايه الجديد في كده؟ والدليل موديست في البرومو التقديم اللي عامله قناه النادي الاهلي بيقول لك احنا عارفين في اوروبا كلنا ان ريال مدريد افريقيا هو النادي الاهلي، وهو اكتر نادي متوج بطولات بعد ريال مدريد. فده اللي الاتحاد الافريقي بيبص له، حته ان الاهلي متصدر. وده دليل كمان الكلام اللي قلت لك قبل كده لما عيسى حياته قالها، انفنتينو قالها لما قال لك انا ما باجيش قاره افريقيا غير اتوج الاهلي بس، اقلد لعيبه الاهلي الميداليات. ممكن تكون وجهه نظري للامور انت شايف حاجه تانية غيري، يعني وارد يكون وجهه نظري مش شرط 100% تكون صح، ممكن يكون جزء منها 20، ممكن يكون 50، ممكن يكون 70، ممكن يكون 10. وارد انت اللي بتتفرج عليا يكون رايك احسن مني، او انت تكون فاهم اكتر مني كمان، وممكن يبقى انت رايك اللي صح وتبقى انت شايف حاجه انا مش شايفها. مثال بسيط نختم به الفيديو، وهو النادي الاهلي داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل الدوري المصري، ايه اللي بيحصل؟ عندك نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي بيشتكوا من حته الموارد، وان النادي الاهلي واخد كل حاجه، كل الرعايه، فكل حاجه النادي الاهلي واخدها ليه؟ عشان هو واخد كل حاجه. فده مثال بسيط يوريك ان ده لو اتطبق افريقيا كمان وقاريا، النادي الاهلي بياخد كل حاجه والانديه الباقيه مش هتاخد حاجه، واولهم الاتحاد الافريقي. بس فهي محاربه النادي الاهلي موجوده فعلا، حقيقيه فعلا، لكن مش على اساس كره، على اساس تسويقي بحت. فدلوقتي اللي هيأكد كلامي صحته
من عدمه هي السوبر الافريقي البطوله الجديده. لو فضلت بالتوجه ده وفضلت بالفجر التحكيمي ده، رقم واحد البطوله هتنتهي، الانديه مش هتشارك فيها لانها مش هتقدر تشارك بعد كده مستقبلا في بطولتين. النادي الاهلي لو انسحب خد قرار زي ما كابتن صالح سليم عملها سنه 94 وانسحب من بطوله افريقيا، هيتعمل عليه عقوبات وهتخسر شويه، لكن البطوله نفسها اللي هتخسر، والاتحاد الافريقي اللي هيخسر. خروج النادي الاهلي من بطوله زي دي، هو في بطوله قاريه هو زعيمها وزعيم القاره دي، هيعمل صدى كبير قوي قوي قوي، وهيخلي البطوله دي بلا اهميه. فهو النادي الاهلي لو الظلم ده استمر، هو عنده سلاح فعال فتاك، وهو اسم النادي الاهلي. اي بطوله النادي الاهلي يخرج منها، اتحداك لو كملت، اتحداك لو استمرت. يعني حتى ساعتها لو عملت وخرجت من البطوله وخدت مقاطعه افريقيه، خدت بالك ازاي؟ انا مش هشارك سنتين ثلاثه لحد ما الدنيا تتعدل والتحكيم يتظبط والكلام ده كله. بعدها ادعو وقول ان انا كنادي اهلي عايز العب بطوله عربيه، انا كده خلاص فاضي، ما عنديش غير الدوري المحلي، وظروف السفر بتاعتي هتبقى قريبه لو بطوله عربيه رايح جاي او حتى مجمعه. فانا بدعو كافه الدول العربيه والاتحاد العربي، المملكه العربيه السعوديه، ان احنا نعمل بطوله عربيه قويه تجبر الاتحاد الدولي انه يعترف بيها. هتلاقي كله رحب وقال لك يا اهلا. وطبعا كلنا عارفين كميه الرعاه والسبونسر اللي هيجوا البطوله زي دي. النادي الاهلي بس يتعالى يقول لك كل الانديه العربيه تتجمع، هنعمل بطوله قويه، وهنطالب من الاتحاد الدولي ان هي تبقى معترف بيها. وانا بطوله افريقيا دي مش لعب، اعمل عليها عقوبات يا عم زي ما انت عايز. كاس عالم انديه خلاص اتكرعنا منه وشبعنا، وبعد كده هيبقى صعب خلاص. الانجازات اللي انت عملتها كنادي اهلي وكنادي عربي وكنادي افريقي محدش يقدر يكسرها. انت بعد كده اللي هيوصل دور الثمانيه هيتزغرط له. خدت بالك؟ هتبقى خلاص 32 فريق، واوروبا داخل منها 16 فريق والكلام ده كله. فعرفنا ايه هتبقى ماشيه ازاي، زي كاس العالم بالظبط. هيوقعوا العرب مع بعض والافريقيا مع بعض في الاول، يخلصوا على بعض، هيبقى قوي مدروخ، اي فريق تقيل يخرجه خلص على كده. رغم ان البطوله دي، ركز معايا في الجمله دي وافتكرها، من مصلحه البطوله دي علشان تنجح ان اول مره يفوز بيها هو النادي الاهلي. من مصلحه السوبر ليج انها تسمع بره وبعد كده تجيب رعايه وتتباع وتستمر، النادي الاهلي يفوز بيها. لو حصل فيها توجه او حصل فيها لعب وشغل تحكيم زي ما بيحصل، رقم واحد البطوله دي هتفشل، والتانية هتبقى مهدده، وساعتها هيبقى طفح الكيل بالنسبه للنادي الاهلي. واذا هم اعلنوا عدم مشاركتهم في البطوله دي، انا كواحد من الجماهير موافق. اعلن ان انا مش هشارك في دوري ابطال افريقيا تاني ولا في سوبر افريقي، وادعوا البطوله العربيه. خلاص افريقيا خدنا على قد ما خدنا. غير كده هتعمل مقاطعه سنتين ثلاثه لحد ما يتعلموا الادب. مين اللي هيلحقك؟ محدش. بل بالعكس، ده في 3 4 سنين هيبقى كل شغلهم الشاغل ان هم يرضوك ويرجعوك للمنافسه تاني ويرجعوك للبطوله تاني. فالنادي الاهلي عنده سلاح ياخد حقه تالت ومتلت باسمه. اسم النادي الاهلي كفيل يجيب حق النادي الاهلي. اختم معاك بالجمله دي، اسم النادي الاهلي كفيل يجيب حق النادي الاهلي. السلام عليكم.